السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا شباب هنتكلم عن اكتر حتة ممكن تاخد لقب ذا ميستري على الخريطة، اللي هي مثلث برمودا، او زي ما بيحبوا يسموه برضو مثلث الشيطان. مش كفاية ان اسمه اصلا ويرد بس كده، لا ده كمان شكله مثلث متساوي الاضلاع، كل ضلع فيه بيوصل لحوالي 1500 كيلومتر، ومساحته ممكن توصل لمليون كيلومتر مربع. وبيقع مثلث برمودا في الجزء الغربي من المحيط الأطلسي، قريب جدا من الساحل الشرقي لولاية فلوريدا في أمريكا. وبيشمل المثلث ده فلوريدا وجزر برمودا اللي تحت الحكم البريطاني، وجزر البهاما، وأعمق حتة في المحيط الأطلسي كله اللي هي خندق بورتوريكو، واللي عمقه ممكن يوصل لحد 30,100 قدم. أما عن اسم مثلث برمودا فهو سموه مثلث برمودا عشان جزر برمودا اللي هي فيه كون من اكتر من 300 جزيره، بس ما فيش غير 30 جزيره بس اللي مأهوله بالسكان وفيها ناس عايشين. والمثلث ده بيغطي مساحه ضخمه ممكن توصل لحد 1,100,000 كيلومتر مربع، والحدود بتاعته عباره عن خط وهمي بتبدا من ميلبورن في فلوريدا وبتعدي على جزر برمودا وبورتوريكو وبترجع تاني لفلوريدا. المنطقه دي بقى من كتر الكلام اللي كتر عليها والكتب اللي طلعت عليها والافلام والسفن والطائرات اللي اختفت من غير اي اثر تاني، فتعمل عليها ضجة كبيرة وبقى موضوع مثير للجدل، طلع فيه نظريات وتفسيرات كتيرة. بس هل الكلام ده حقيقي ولا كل ده اساطير وبس؟ ولو كان الشكل الجغرافي والاسم المرعب بتاع مثلث برمودا دول كافيين لإثارة الجدل عليه، فانت لسه ما سمعتش كمان القصص والحوادث اللي حصلت في مثلث برمودا خلت فيه جدل اكبر عليه، زي السفن والطيارات اللي بتختفي من غير اي اثر وراها تاني، زي ما حصل مع السفينة الامريكية اليو اس اس بيكرينج سنة 1800 لما كانت في رحلتها من جوادلوب الى ديلاوير واختفت ومعاها 91 شخص مالهمش اي اثر. وفي سنة 1814 اخر مكان محدد للسفينة الشراعية واز كانت برضو في البحر الكاريبي، وكان علامتنا 140 شخص واختفت برضو بدون اي اثر. وفي عام 1824 السفينة الامريكية برضو وايلد كات اختفت وكان علامتنا 14 شخص محدش برضو يعرف عنها اي حاجة. وفي عام 1881 حصلت حادثة غريبة جدا اثارت جدل كبير عليها. السفينة إلين أوستن كانت ماشية في البحر ولقت سفينة تاني مهجورة ما فيهاش أي حد، فبعتوا شوية من الطاقم بتوع السفينة دول يروحوا يركبوا السفينة التانية دي ويرجعوا بها للمينا. بس اللي حصل كان غريب جدا، إنه لما رجعوا لقوا إن السفينة دي ما رجعتش معاهم واختفت وما بقاش ليها أي أثر خالص، ولا اللي كانوا على متن السفينة دول عرفوا يتصلوا معاهم وما بقاش ليهم أي أثر برضه. وبعدها بفترة بيقولوا إن السفينة دي ظهرت تاني بس كانت مهجورة برضه، كانش فيها اي حد، والناس اللي كانوا على متنها ما لهمش اي اثر خالص. وفي سنه 1918 ناقله الفحم الامريكيه الكبيره يو اس اس سايكلوبس برضه اختفت وكان على متنها 306 شخص محدش برضه يعرف عنها اي حاجه. وفي سنه 1941 23 نوفمبر اختفى سفينه كان على متنها 58 شخص البورتيوس اي سي 9، وبعدها بشهر اختفى سفينه تانية النيروس اي سي 10 وكان على متنها 61 شخص. سنه 1948 اختفى برضه طياره من نوع دوجلاس دي سي 3 وهي طالعه من رحلتها من بورتوريكو لميامي، الطياره اختفت تماما وكان على متنها 32 شخص برضه ما حدش عارف يوصل لهم باي طريقه. في عام 1963 اختفى طيارتين من نوع كي سي 135 برضه بدون اي اثر وبدون اي مبرر. فازاي الحوادث دي كلها حصلت وازاي بتحصل في نفس المنطقه يعتبر، وايه السبب في ان هم يختفوا وما يلاقوش اي اثر خالص وراهم يعرفوهم حتى ايه اللي حصل؟ فالعلماء ابتدوا يقترحوا تفسيرات غريبه عشان يحاولوا يبرروا اللي بيحصل ده. ففي علماء قالوا ان المنطقه دي كانت زمان موجوده مدينه اطلانتس، واللي كان بيقولوا عليها برضو ان هي واصله لتكنولوجيا متطوره محدش وصل لها اصلا. فقالوا يمكن الحته بقى المنطقه بتاع المحيط دي هي كانت موجوده مثلا المدينه، بس لما غرقت وما بقاش ليها اثر نتيجه التكنولوجيا المتطوره والاجهزه اللي سابتها وراها، فممكن تكون هي بتعمل الحاجات دي وهي السبب في الحوادث والاختفاءات دي. في مؤلفين تانيين ربطوا الاحداث والحوادث اللي بتحصل دي بالمراكب الفضائيه والفضائيين، وده اللي استخدمه ستيفن سبيلبرج في فيلم خياله العلمي Close Encounters of the Third Kind اللي بيحكي عن اختفاء الطائرة 19 والطاقم بتاعها وان المخلوقات الفضائيه هي اللي خدتهم. وواحد زي تشارلز بيرلز قال ان الحاجات اللي بتحصل في مثلث برمودا دي بتحصل بسبب قوه لا يمكن تفسيرها. وفي ناس تانية قال ان ممكن سبب الحوادث اللي بتحصل دي ان ده ممكن يكون خطأ في البوصله، والبعض منهم قال ان في قوه غريبه بتسيطر على البوصله في المنطقه بتاع مثلث برمودا دي وتخلي البوصله بتعمل بشكل غريب ومش طبيعي، فبالتالي ممكن تكون بتحصل الحوادث دي. بس الفكره دي اصلا معروفه من زمان، ان طبعا البوصله المغناطيسيه
ليها علاقة كبيرة بالقطب المغناطيسي للأرض. فلو القطب الشمالي من البوصلة كان في نفس المنطقة مع القطب الشمالي للأرض، فكده هيحصل خلل في البوصلة وهتكون بتعمل بشكل مش طبيعي، وهتلاقي البوصلة بايظة ومش شغالة، وممكن تكون سبب حوادث. فده طبيعي زي ما حصل في سنة 2000 كان في خط بين ولاية ويسكونز وخليج المكسيك، اللي كان يعتبر من الأماكن اللي كان فيها التقاء بين القطب المغناطيسي والجغرافي، فالبوصلة كانت بتعمل بشكل مش طبيعي في المنطقة دي. وفي ناس تانية كتير قال إن ممكن يكون ده بسبب أعمال تدمير متعمدة زي مثلا أحداث حرب أو أحداث قرصنة. وقال إنه مثلا في خلال الحروب العالمية الأولى والتانية ممكن تكون السفن دي اتعرضت لهجمات وغرقت ومحدش عرف عنها حاجة. وناس تانية قالت إن ممكن يكون ورا الحوادث والحاجات الغامضة اللي بتحصل في مثلث برمودا دي ممكن يكون دي أخطاء بشرية، اللي بتعتبر من أكتر الأسباب اللي بتتكتب في التحقيقات الرسمية لفقدان الطائرات والسفن، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة. والبشر مشهورين برضو بارتكابهم الأخطاء اللي بتودي لكوارث، فقالوا ممكن يكون ده برضو سبب كبير إن الحوادث دي بتحصل. مثلا حرس السواحل الأمريكي قال إن سبب فقدانهم الناقلة SSVA فوق سنة 1972 ده كان سببه نقص التدريب الكافي للطاقم مع تعاملهم مع مخلفات البنزين. وناس تانية قالت ان ممكن يكون ده بسبب هيدريت الميثان، او ان الميثان في المية في المنطقة دي بيكون زاد، اللي هو شكل من اشكال الغاز الطبيعي، فلما بيزيد بيخلي كثافة المية قليلة، فبالتالي السفينة مش هتعرف تطفو على سطح المية عشان المية كثافتها قليلة فهتغرق، وبدون اي سابق انذار او اي تنبيه او اي حاجة تلاقي السفينة ابتدت تغرق على طول كده. فقالوا ان ده ممكن يكون برضو سبب كبير ان الحوادث دي بتحصل. وناس تانية كتير برضو قالت ان ممكن يكون سبب الحوادث دي العواصف والامواج المدمرة القوية اللي ممكن تكون دمرت الطائرة او السفينة دي وهم معرفوش يوصلوا لحاجة. بس احنا برضو لسه عايزين نعرف مثلث برمودا ده حقيقي ولا مش حقيقي. بص، اول مرة اتقال فيها ان في احداث غير طبيعية حصلت في مثلث برمودا كانت في 16 سبتمبر 1950 في مقال نشرته وكالة الAB، وكان بكتابة الناشر إدوارد جونز. بعد كده في سنة 1952 مجلة فيت تنشر مقالة بعنوان سي ميستري ات اور باك دور، واتكلمت عن اختفاءات كتيرة حصلت في مثلث برمودا ده، واتكلمت بشكل عام عن مثلث برمودا، وكان أول مقال ياخد مثلث برمودا كموضوع رئيسي ليه. وتيجي في سنة 1962 تنزل مجلة أمريكان ليجن مقال يغطي على كل المقالات اللي موجودة ساعتها، وسمته باسم الرحلة 19. الرحلة 19 دي كانت عبارة عن 5 طائرات توربيدو تابعة للبحرية الأمريكية، كانت بتحلق في رحلة تدريبية فوق مثلث برمودا في سنة 1945. الطائرات دي كانت بقيادة الملازم تشارلز تايلور ومعاه 14 طيار تاني، وكلهم اختفوا بدون أي أثر. كمان بعتوا طيارة تانية عشان تدور عليهم، كلها برضو اختفت. كانوا 13 طيار ومحدش يعرف عن الاتنين اي حاجة. وبعدين في فبراير سنة 1964 فينسنت جادس ينزل مقالة في مجلة أرجوسي بعنوان ذا ديدلي برمودا ترانجل، وقال ان الحاجات اللي حصلت في الرحلة 19 دي كان جزء من نمط غريب بيحصل وهيحصل في المنطقة دي. وبعدها بسنة جادس كبر الموضوع جدا وخلاه كتاب كامل بيحكي عن كل الحاجات اللي بتحصل دي وسماه Invisible Horizons. بس يجي بعدين بقى لاري كوش الباحث في جامعة أريزونا يقلب الموضوع شوية. لاري كان ليه بحث مهم في الموضوع ده في كتابه اللي كان اسمه ذا برمودا ترانجل ميستري. لاري قال ان كتير من الادعاءات والحاجات اللي حصلت زي ما جادس قال عليها، وكتير من المؤلفين برضو كانوا عمالين يقولوا حاجات كتير، الحاجات دي ملهاش دلائل ومليانة مبالغة وحاجات غير دقيقة. وبعد خلال بحث كتير من لاري لقى ان حاجات مثلا زي روايات الكاتب تشارلز بيرل فيها تناقضات كبيرة بين اللي كان هو كاتبه وبين الناجين من الحوادث دي. على سبيل المثال لاري قال ان لقى في رواية تشارلز انه ربط اختفاء متسابق في سباق عالمي بحري اسمه دونالد كروهورست بمنطقة مثلث برمودا، مع ان في ادلة كتيرة واضحة بتقول ان السباق ده اصلا كان بعيد عن المنطقة دي كلها. وبرضه لقى في رواية تشارلز انه بيتكلم عن اختفاء سفينة نفط في ميناء اتلانتيك، ولاري كوش لقى ان في ميناء برضه تاني في المحيط الهادي لنفس الاسم ده، فكده لازم انتوا تحددوا معلوماتكم. ولاري قال ان كتير من
من الحوادث دي كانت اصلا بعيدة عن منطقة مثلث برمودا، بس المؤلفين كانوا كاتبين ان هي جوه منطقة برمودا عشان يتقال عليها ان هي جزء من الاسطورة. بس بحوث كوش كانت مدعومة بتقارير صحفية مفصلة وتواريخ دقيقة للحوادث اللي هو اتكلم عنها، وكمان اتكلم عن حالة الطقس السيء اللي محدش اتكلم عليها خالص في التقارير التانية. وكمان من اهم الحاجات اللي هو كان عاملها في بحثه ان عدد السفن والطائرات اللي اختفت في المنطقة بتاع مثلث برمودا دي مش اكبر بكتير من عدد السفن والطائرات اللي اختفت من منطقة تانية ليها نفس الخصائص البيئية. يعني ده محيط وحتة تانية في المحيط، فممكن يكون الاتنين فيهم حوادث بتحصل بنسب متقاربة. وختم كوش كلامه بان الاسطورة دي غير حقيقية خالص، وان الكتاب هم اللي اخترعوا الاسطورة دي وبالغوا فيها عشان يجذبوا الناس ليهم. اهم تقرير في الموضوع ده كان التقرير اللي نشرته شركة لويدز لندن لسجلات الحوادث، اللي نشرته مجلة فيت في سنة 1975. التقرير ده أظهر إن منطقة مثلث برمودا مش بيشكل خطر أكبر من أي منطقة تانية في المحيط. وكمان سجلات حرس السواحل الأمريكية أكدت الكلام ده، ومن ساعتها مفيش خبر او اي حد تاني قادر ان هو يطلع ويكذب التقارير دي. يعني ببساطة كده اللغز بتاع مثلث برمودا طلع مش حقيقة، بس الاسطورة طبعا لسه عايشة مع الكتاب وافلام هوليوود والحاجات الكتيرة دي. وقالوا ان كتير من الحوادث اللي قالوا عليها دي ما الا اتعمل لها اعادة مونتاج اعلامي عشان يجذبوا الناس بس، واتعمل لها خدعة تسويقية عشان يكون عليها جدل وضجة. المهم لو انت كنت بتحب الرعب والاساطير والخيال العلمي فروح اتفرج عادي على افلام مثلث برمودا وعيش حياتك عادي. بس لو انت عايز الحقيقة فمثلث برمودا ده مثلث زي اي مثلث تاني عادي.